الحكاية بتبدأ بواحد ماشي بيجري في الشارع اسمه جيونج جونج. الاسم ده بالكورية يا صديقي معناه البطل، وأهله اختاروا الاسم ده علشان كانوا عشمانين يبقى ليه شأن كبير في المستقبل. جونج دخل محل ألعاب وكل الناس هناك عارفينه، ومن صغره هما بيتريقوا على اسمه، بس هو ولا كان شاغل باله. أصل هو ما كانش عاوز يبقى بطل في أي حاجة. المحل ده كان بتاع ألعاب، وجونج دخل وكلم الموظف الأشقر وقال له بطل غلاسة وطلع لي اللعبة الجديدة. الموظف كان شايل له نسخة فعلا من النسخة المتطورة للعبة واللي بتسمى ملحمة الليلة. اللعبة ديت قصتها صراع بين البشر والوحوش، وليك الحرية تختار بين البطل البشري لوك أو ابن ملك الوحوش الكبير زيفر. اللعبة كلها مغامرات ومهمات، وجونج وهو عيل صغير خلصها أكتر من 10 مرات، فكان حافظ كل فتفوتة فيها. اللعبة ديت كانت من أوائل الألعاب اللي نزلت لما واقع الخيال المجسم بقى هو اللي مسيطر على المكان. جونج أخدها ووصل للبيت وطلع كارت اللعبة، لبس نظارة الواقع المجسمة وحط الكارت في الجهاز واستنى التحميل. كان ناوي يمشي اليوم ده ب8 ساعات اللعبة بس، لكن في ثواني لقى نفسه انتقل جوه اللعبة. فتح عينه لقى الشمس داخلة من السقف وصحى على سرير جوه خيمة. بس في حاجة لفتت نظره، الشخصية اللي بيلعب بيها مش عارفها. فجأة حد خبط على الباب وبيسأله لسه نايم، وراح واحد غول ضخم باصص من فتحة الخيمة وزعق له علشان يطلع بره علشان ورانا شغل كتير. جونج انبهر بشكل الدنيا وقعد يمدح في نقاء الصورة، فالغول استغرب وقال له صورة ايه يا ابني؟ هنا جونج عرف انه يقدر يتكلم معاهم، وديت ميزة ما كانتش في الاعلانات. سأل الغول عن اسمه، فالغول استغرب انه نسى اسمه وقال له انا كراك يا سمو الامير شورتر والكل مستنيك. جونج افتكر اخيرا مين شوتر اجنوز ده الابن التاسع لملك الوحوش، وما كانش فاهم ازاي بيلعب بيه، وهو اصلا ما كانش اختاره في اللعبة. حرك ايده وشاشة البيانات والحالة ظهرت، واستغرب ان مستواه ليفل 1 وكلها صفار. حتى الشخصيات الجانبية العادية عندهم 10 نقاط في كل حاجة، وهو عنده 5 بس. شاف مهاراته لقى معاه الغزو ومهارة تعديل وضع البطل، وقعد يعرق من التوتر وهو بيفكر المهارة ديت معناها ايه. كارك نادى عليه تانية، فطلع شوتار وبقه اتفتح من المنظر. جنود غولة واقفين طابور مستنيينه. سأل كاراك هو الجو مكهرب ليه كده؟ كأننا داخلين حرب ولا ايه؟ فكاراك رد عليه وقال له بطل عبط ويلا نتحرك علشان نمسح بكرامة عيال البرق الأخضر دولته. شوتار وشه جاب ألوان لما عرف ان ديت أول معركة ليه، وهو لسه حتى ما عملش فترة تدريب. والموضوع يا صديقي وما فيه ان كائنات الأورك بتاع قبيلة البرق الأحمر عاملين تمرد، ومطلوب منه يحل الليلة ديت مع الأمير السابع والأميرة الثامنة. استغرب انهم واخدين 10 تنفار بس في الحرب. فكرك بقى قال له انا شرحت لك امبارح ان ديت مجرد دورية استطلاع، وسأله انت واكل حاجة غريبة ولا ايه؟ شطرة فتح الخريطة الصغيرة وسهلت عليه الدنيا، وقرر يخليها مفتوحة طول الوقت. شاف طريق سري وافتكر انه حدث خاص، وكرك بقى قال له الطريق ده هياخد وقت. بس شوتار صمم انه اسرع والكل مشى وراه. قعدوا يتسلقوا صخور ويمشوا في وسط شجر لحد ما شوتار هبط. بس خلاص كان وصلوا لبوابة حجرية مخفية. كراك سأله عرفت المكان ده منين؟ انت بطل. شوتار قال له يا ريت. وفجأة جسم شوتار نور والسيستم قال له لمجرد انه مشى ووصل للمكان كل احصائياته زادت 2 وخد نقطتين زيادة، وقال في نفسه ده جنان. كراك استعجلوا ودخلوا لقوا بوابة مفتوحة. شوتار ما كانش عارف ايه اللي جوه، بس اعتمد على حماية البطل. الكهف كان ضلمة، وكراك قال ان الاقزام هم اللي حفروا زمان، وهم ماشيين لقوا صناديق كنوز ومعدات. الغول فرحوا بالذهب وقعدوا يتريقوا على الاقزام اللي سابوا سلاحهم. شوتر لقى ان مستواه مش كفايه يشيل الحاجات ديت، بس جرب يلمس حاجه وفكر ياخدها، فاختفت وراحت لمخزن الاغراض فعرف السر. فجاه شاف حاجه على الخريطه، صرخ فيهم ارجعوا ورا. الحيطه اتفتحت وانفجرت وطلع جيش اوركس بقياده القائد كايشان. الاوركس ده هجموا وذبحوا في الغوله، وشوتر بقى وقف مكانه متجمد. فكر يسرق القتال علشان ياخد نقاط خبره، وراح يضرب اورك سيفه اتكسر. الاورك جرى وراه، وشوتار بقى اتكعبل ووقع، دمه نزل على الارض وما كانش قدامه غير انه يصرخ. كارك انقذه في اخر لحظه وزعق له انت بتهبب بتعمل ايه؟ اتحرك. شوتار قعد يترعش وقال لنفسه ديت مجرد لعبه وانا تعبت وعاوز اخرج. فتح لوحه التحكم لقى ما فيش زرار للخروج، وهنا عرف انه محبوس في اللعبه.
القائد كايشان بقى حدفه بحجارة قوية بمهارة التحريك عن بعد، وشوتار اتضرب في كل حتة وحس بوجع رهيب وانفجر وفقد الوعي وهو شايف نصل كايشان نازل عليه، دمه بقى صفر. وعي شوتار راح في مكان فاضي، خاف انه يكون مات بجد. وفجأة طلع نور ذهبي وست ظهرت وقالت له انت المتحكم في المكان ده، اخذه واستعبد كل اللي فيه واحكم عليهم، واختفت من المكان. وفي ارض المعركة الاوركس كانوا مسيطرين، وكايشان كان فاكر انه خلص على شوتار. فجأة جسم شوتار طلع نور ذهبي مرعب، واكتسب مهارة التحريك الذهني وفئة ثانوية اسمها فارس الغزو. كايشان صرخ في جيشه يقتلوه، وكراك صرخ في الغول يحموا الامير. شوتار حس بقوة غريبة وكأن الكلام بيتردد في ودانه، قوة الغزو ستكون قوة. ملك تحت راية القتال وضرب الغولة بنور ذهبي قوي، مهارة تقوية خلت قوتهم تنفجر وحماسهم في السماء. الغولم بقبضتهم بس قعدوا يفرتكوا في الأوركسة، وكايشان اتجنن وهاجم شورتس بصخرة، بس كاراك صدها وشورتس ادى كاراك قوة زيادة. راح كاراك طير وقطع راس كايشان بضربة واحدة بس، وجيش الأوركس هرب والسيستم قال له مستواك زاد كذا مرة. رجعوا بعدها للمعسكر وشورتس بقى كان متجنن علشان مفيش خروج. فكر في احتمالين، يا اما عطل فني في اللعبة يا اما ده واقع بجد زي الروايات. اتأكد انه واقع لما ملقاش تغويش على جسمه في الحمامة. خاف يموت بس قال في نفسه على الاقل انا امير ومولد للقوة، وفي بقي اكيد هيبقى في معلقة ذهب. كاراك دخل عليه الخيمة ساعتها وطلب منه مبارزة علشان يشوف مستواه بقى فين. شوتر قعد يضرب في كاراك بعدها وكاراك مش حاسس بحاجة. راح كاراك ضرب ضربة وقعته. فجأة السيستم قال له اكتسبت مهارة السيف الأساسية. شورتس فهم انه بيتعلم لما يتدرب بجد، صمم يكمل المبارزة. وكراك لاحظ ان حركته بتتحسن بسرعة البرق. شوتر عارف ان ميزته انه شايف بيانات الحالة بتاعته وبتاعة الناس كمان، وديت مش عند اي حد تانية. عرف ساعتها ان زفر هيقتل كل اخواته سنة 517 واحنا دلوقتي في 512، يعني قدامه 5 سنين يلحق نفسه يبقى اقوى من زفر. كاراك قال له ان في اجتماع مع الامير السابع كريس والامير الثامنة كيلتلينا، وفي اللعبة كانوا اعداء بس شورتس اكتشف انهم طيبين وخايفين عليه علشان هو الضعيف. طلب منهم يضربوه بطاقة هائلة علشان يتعلمها، واستغربوا جدا بس عملوا كده، وفعلا مستواه زاد وبقى عنده هالة مستوى واحدة. شوتر رسم لهم خريطة دقيقة جدا للانفاق بمساعدة الخريطة الصغيرة اللي معاه، وكريس انبهر وقال انت عبقري. شوتر استغل الفرصة ديت وطلب يتعلم قبضة الوحوش وادى فن قتالي اسطوري. كريس وافق وبقوا حلفاء رسميين من دلوقتي. السيستم بعدها سجل التحالف، وشوتر بقى شاف ان مستواه بيزيد والكاريزما بتاعته بتزيد كمان، ولقى نفسه في دورية تانية ودخلوا كهف فيه عناكب صخرية. شوتر استخدم تعويذة الضوء المفاجئ، عمت العناكب وخلى الغلم يطحنهما. وصلوا لزعيم العناكب وشوتر عرف ان نقطة ضعفه هي النار، وكيتلين اللي كانت ماشية وراه في السر تحميه ساعدته بقوة النار على سيفه وقتل الزعيم ووصل للمستوى 9. لقوا بوابة انتقال بتاعة أقزام، وشوتر اكتشف إنه بيعرف يقرأ لغة الأقزام. السيستم قال له اتعلمت لغة الأقزام مستوى 1. عرف إن البوابة دي بتوصل لجبال شيكا حيث معسكر البرق الأحمر الرئيسي. شوتر فرح لأن ديت فرصة يقابل القائد باندالا، أقوى واحد هناك، ويضمه لصفه قبل ما زيفر ياخده في المستقبل، لأنه حافظ كل حاجة القائد بيحبها من أكل وهدايا. ولما وصلوا كانوا واقفين فتحهم بقهم من الذهول. شوتر ما كانش مصدق اللي عينه شايفاه، بوابة قوية حقيقة في الواقع قدامه. كيريس وسارة دخلوا البوابة خلاص، فكيتلين اضطرت تلفه وتسأله انت مستني ايه يا ابني؟ هنا فاق شوتر ومشى وراهم ودخلوا البوابة، ولما عدوا الناحية التانية اتفاجئ بالمنظر. هم واقفين فوق منحدر جبلي وتحت المعسكر بتاع العدو. المنظر كان زي ما كريس توقع بالظبط، وكريس قال ان في حوالي 5000 جندي. كريس فكر ان هم لو اتضربوا من الظهر لازم يركزوا على مخازن الامدادات كأولوية، وقال كمان لو الجنرال باندار بدأ يهجم من قدام علشان يشغلهم، الوحدات اللي هتتسلل من عندنا تقدر تحرك مخازن الأكل من وراه. بس سارة شافت إن في حاجة غلط، لأن عدد الجنود في المعسكر ما كانش كتير كفاية، وبما إنها فتحت السيرة الكل لاحظ الموضوع وقعدوا يتساءلوا أمال الجيش فينا، وفكروا إن هم يمكن بدأوا الهجوم بالفعل. فجأة شوتر لمح حاجة من بعيد، كانت في معركة شغالة. كريس قال ركز بنظرك، وفعلا شوتر عمل حاجة وبقى شايف بوضوح، لقى ناس بشرتهم سمراء وشعرهم فضية وودانهم طويلة. عرف ان هم ولاد الليلة ومعهم وحوش راكبين عليها اسمها دراوس. كيتلين سألتهم هو قال ايه، فشرح لها ان الجماعة التانيين اجسامهم صغيرة وراكبين وحوش.
الوحوش. وكريس بقى شاف ان هم بدأوا ينسحبوا واستغرب لو كان القائد بتاعهم وقع لان انسحابهم كان سريع جدا. كارك سأل هو في ايه والخناقة خلصت ولا ايه، وشوتار كان عنده فضول يعرف وحوش الليل ديت ايه اللي جابهم هنا اصلا. وقت الغروب ساعتها بيجي ورجعوا المعسكر وكلموا الجنرال باندال من خلال شاشة القوة. باندال عارف ان هم لقوا بوابة الاقزام وكان سقف طموحه في كريس عالي جدا، وسألهم عرفتوا مكان البوابة منين. كريس رد بكل امانة وقال له مش انا اللي لقيتها، ده الامير التاسع شوترا. شوترا رد بتواضع وقال له ديت مجرد صدفة يا فندم، بس من جواه شوترا كان مبسوط جدا انه شاف باندال من تانية. باندال قال له ان جه الوقت علشان يتكافئ بجد في قلعة ملك الوحوش. بس قبل ما يقفله كيريس سأل عن المناوشات اللي شافها قدام معسكر البرق الاحمر. باندال قال له ان هم غالبا وحوش الليلة واشتركوا في الحرب بقرار من دماغهم. كيريس استغرب وسأل لو كانوا تعزيزات من قلعة الملكة، بس باندال ما كانش متأكد غير ان هم كانوا جايين يستطلعوا والظروف اللي بتعليهم. وبعدين باندال فجر المكافأة. في مشكلة كبيرة، قائد وحوش الليل المستقلة وقعت في الأسرى عند قبيلة البرق الأحمر. شوترا سأله ومين القائدة ديت؟ باندال رد ديت حد انت تعرفه كويس، اختك الأميرة السادسة فيليشا. الكل اتصدم لما سمع الاسم. فيليشا دي بنت سيلفيا الملكة الثالثة وأميرة ولاد الليل، وليها أخت توأم اسمها سيلفينا. افتكر انها في اللعبة كانت دايما في جبهة العدو وتبع الأمير الرابع أناستازا، فكان واخد عنها فكرة وحشة. كريس سأله لو الأوركس الكلاب دولت عارفين انها فيليشا. باندال قال له لسه مش متأكدين. كريس سأل هنعوز نفاوضهم. باندال بقى قال له لو بدأنا احنا بالهجوم هنعرف نتكلم، بس انا مش هطاطي راسي ليهم الاول. قال لهم هيجمع معلومات زيادة وهيبلغهم واختفى من على الشاشة. كريس قعد يتريق ويقول اهو اختنا الكبيرة العظيمة بقت أسيرة. كيلتين ردت وقالت لو لسه عايشة لازم ننقذها، بس كريس كان شايف ان الموضوع مش سهل وممكن نخسر جنود كتير بسببها. كيتلين صممت انها اختهم ولازم يرجعوها، فكريس قعد يفكر وما كانش عاوز يوافق بسهولة. وشوترا لاحظ التوتر اللي بينهما ولكنهم مش بيتكلموا. وفي المعسكر كريس حط خطة بسيطة، لما باندال يسحب جيش البرق الأحمر الأساسي هم يضربوا المعسكر من ظهرهم وكريس هيهجم في قلب المكان، وخصص كيتلين وشوتار يقودوا فريقهم علشان ينقذوا فيليشا ويحرقوا المخازن. كريس حذرهم لو الدنيا بقت خطر انسحبوا فورا، مش هنضحي بأرواح زيادة علشان فيليشا. كيتلين زعلت من كلامه بس كريس سكتها وقال لها أنا القائد هنا وهرفض بقى إن تصرفات فيليشا المتهورة تبوظ العملية بتاعتنا كلها. بدأت الخطة بالليل والمحاربين هجموا. كريس وجماعته واقفين فوق المنحدر بيراقبوا، وأول ما المعسكر بدأ ينفجر والأوركس اتلبخوا باندال وجيشه هجموا عليهم. شوتار كان مستني الإشارة وكراك كان مستعجل، بس شوتار قال له استنى. أول ما دخل الأوركس اتفاجئوا وشوتار وجماعته اكتسحوهما وهم بيجروا. أورك ضخم كان هيضرب كاركا بس شورتس لحقه وحدف خنجر في راس الأوركيده وخلص عليه. هنا سيستم قال له مبروك خدت مهمة حتف الخنجر ليفل 1. كارك استغرب وسأل اتعلمت ده فينا؟ شوتار قال له حاجة بسيطة كده، بس الحقيقة انه قعد يحتف خنجر طول الليل امبارح لحد ما المهارة جت له. وصلوا لمخزن الأكل ساعتها وكارك سأله نولع فيه، فشوتار قال له ايوه يلا بينا، بس افتكر فيليشا وخاف تكون محبوسة جوه وتتحرق. فتح الخريطة ساعتها ودور على علامة شخصية محايدة لهم باللون الأزرق أو البنفسجية ولقاها بالفعل. دخل الخيمة لقاها مربوطة بسلاسل في نص دائرة قوية. فيليشا سألته انت ايه اللي جابك هنا؟ شوتار قال لها هنتكلم بعدين خليكي ثابتة. كان بيفكر من جواه انها لما تبقى مديونة ليه بالجميل ده هينفعوا قدامه. وهم خارجين الأوركس حاصرهم. فيليشا لمعت حاجة وراه وصرخت وراك. فجأة حاجة اخترقت جسمه شرطة والنار ولعت فيه. فيليشا وكراك اتخضوا بس شورتس طلع من الدخان سليم تماما. الصدمة كانت هنا. السيستم ساعتها بيقول له اتعلمت مهارة التحكم في المانا ومهارة سهم النار ليفل 1. شورتس ساعتها بيدخل في حالة هيجان وقعد يحدف أسهم نار في كل الأوركس ويحرقهم وهو مستمتع جدا بالقوة اللي معاه. بعدين لمح سهم جليد جاي من برج مراقبة ناحية فيليشا، راح زيها بعيد وصرخ ما تقربيش، وخد السهم في صدره هو عن قصده علشان يتعلم المهارة القادمة. وفعلا السيستم قال له اتعلمت سهم الجليد ليفل 1 بس دمه اتش بي نزل الارض وبقى 13 من 95، يعني كان هيموت فيها. فيليشا قعدت تشتمه وتقول له يا غبي ووشها احمر من الخجلة وقالت له انت اضعف واحد فينا، انت اللي محتاج حماية مش احنا. سحبت سهم الجليد من صدره وهو
بيصرخ صرخات رهيبة وعالجته بالقوة بتاعتها. شورتس ساعتها لما عالجته اتعلم مهارة الشفاء ليفل 1 وجروحه قفلت في ثانية، لكن ساعتها بيطلع لهم الغولم الدموي وحش ضخم وسريع، وشورتس قال لكراك هنعمل زي المرة اللي فاتت بالظبط، وطلع خنجر الأقزام وضربه في الأرض واستخدم مهارة تحت راية الملكة. كراك جسمه نور وبقى جبار وهجم على الغولم اللي كان 3 أضعاف جسمه وقعد يلطشه بالفاس بتاعه. فيليشا استخدمت قوتها ووقعت الغولم في الزيت، وكراك نزل بالفيس في نص بطنه وخلص عليه، وفي اللحظة ديت جسمه شورتس نور ووصل لليفل 10، ومهارة تعديل وضع البطل بقت ليفل 2، وخد مهارة سلبية جديدة اسمها حماية أرض المعركة بتخلي أي سهم أو طلقة تخطئ البطل، ومهارة درع المحاربة. وبعدين شفنا فيليشا بتستخدم سحر الرياح وبتقتل في الأعداء، وعرفنا إنها مش بس قوية، ديت مستحضرة قوة. فجأة شافوا إشارة صفراء في السماء، شورتس عرف إن ديت علامة الانسحاب. كراك سألها نعمل إيه، فشورتس قال خد الجنود وارجع وأنا هروح لكتلينا أطمن عليها لأن الإشارة ديت قلقتني. فيليشا صممت تروح معاه علشان ترد الجميلة وتصفي حسابها مع الخنزير الأوركس. ولما راحوا لهناك لقوا كيتلين بتهرس في الأوركس قوة ونار وما كانتش محتاجة مساعدة خالص. كيتلين شافت فيليشا وراحت حضنتها وهي فرحانة، وشورتس لاحظ إنهم قريبين من بعض قوي. رجعوا كلهم للبوابة مع بعض، وفيليشا كانت مبهورة بشورتس وإزاي اتغير كده. ولما رجعوا كان في تنشنة واضحة بين كريس وفيليشا. كريس بقى بلغ إن باندال كسب المعركة وإن زعيم البرق الأحمر ياكوزان هرب وإننا لازم نلاحق أخوه كايرو. فيليشا ادعت إنها كانت بتعمل أبحاث واتقبض عليها، وكريس ما كانش مصدقها وقعدوا يبرقوا لبعض لحد ما كريس قفل السيرة. بيعدي النهار على خير، وبالليل فيليشا بتروح لشوتر خيمته، مسك الدراع وقالت له يلا علشان نعالجك. بطلنا كان مصدوم ووشه قلب طماطم، لكنها كانت فعلا عاوزة تعالجه بجد مش مجرد علاج إسعافات أولية. شورتس ساعتها استغل الفرصة وطلب منها تعمل له حاجة تانية، وفعلا نتعلم مهارة علاج السموم وعلاج الأمراض. فعلا الولد ده مش بيسيب أي حاجة غير لما ياخد منها مصلحة، ما هي الدنيا مصالحة. وتاني يوم كيتلين بدأت تعلمه فن قبضة وحش الغابة فرع المستذئبين، وبسبب ليفل 10 لشورتس اكتسب مهارة بنية البطل اللي بتخلي تدريبه أسرع بكتير، ومهارات تانية بتزود كفاءة القوة بتاعته. شوتر ساعتها قاعد يضحك بشر ويقول هو ده بقى معنى انك تكون بطل بجد. كيتلين زعقت له علشان يركز، وفعلا اتعلم فن قبضة الوحش ليفل 1 في وقت قياسي، وبقى حاسس ان ايده ديت سلاح قتله. وفجأة جالهم خبر ان وحدة كايرون اختفت، وكريس قرر ان هم هينضموا لجيش باندال الاساسي علشان الحرب الشاملة. وصلوا ساعتها للمعسكر، والجنرال باندال رحب بالامير كيريس والاميرة فيليشا. شوتر قرب من باندال وهو بيبتسم ومد ايده علشان يسلم عليه، وباندال وافق وسلم عليه هو كمان.